مساء الخير مشاهدينا الكرام. الحقيقة احنا هنتكلم على الدعم في هذه الفقرة. الدعم مسألة شديدة الأهمية بتشغل بال أغلب المواطنين، خاصة ان احنا دولة معدلات الفقر عندنا زائدة. معدلات السكان بتزيد حوالي 2 مليون مواطن كل سنة، أغلبهم في المناطق الفقيرة. يعني نقدر نقول حوالي 20 مليون الكام سنة الجايين. رقم طبعا مرعب وأكبر من عدد سكان بلاد كاملة. لما نتكلم على مسألة الدعم، المنظومة الجديدة، المنظومة القديمة، رفع الدعم، موضوعات دعم الطاقة والمية، كل ما له علاقة بهذا الموضوع بيشغل بال المواطنين. يعني هنركز دلوقتي في ان احنا نوضح الرؤية لحضراتكم ونعرف اخر ما قالت اليه الامور من ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ احمد زغلول، الكاتب الصحفي بروز اليوسف. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف مفهوم كلمة دعم يعني ايه اولا، وهل هو موجود عندنا بس ولا في بلدان تانية موجود فيها؟ الدعم هو ما تقدمه الدولة من مساعدة للمواطنين غير القادرين، يعني في أي صور، يعني في صور مختلفة، سواء مثلا نقديا أو سواء من خلال سلع أو خدمات. والدعم موجود في دول كتيرة جدا، ولكن طبعا بنسب مختلفة وبقيم مختلفة. احنا عندنا في مصر الدعم في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة طبعا قيمة الدعم ارتفعت بشكل كبير جدا بالرغم من الخطط لتقليص الدعم. وده زي ما حضرتك ما قلتي طبعا لزيادة عدد السكان، فزيادة عدد المستفيدين من الدعم، ويضاف إلى ذلك تشوهات في منظومة الدعم ودخول الكثير ممن لا يستحقوا هذا الدعم تحت غطاء المواطنين المستحقين للدعم. يعني مثلا لو بصينا لآخر الأرقام أو آخر الدراسات الصادرة مثلا من وزارة التخطيط، بتقول إنه في 14.4 مليون، 14 مليون و400 ألف مواطن من الأغنياء يستفيدون من دعم وفي التموين. المقابل في من الفقراء من لا تغطيه مظلة الدعم. طبعا، وحتى إذا كان الفقراء تغطيهم مظلة الدعم، فده يعني لما يدخل معاه شريحة 14 مليون واحد لا يستحق، فده بيقلص من حقوقه، لأنه كان ممكن مثلا بدل ما ياخد 14 مليون دول يتوزع بدل مثلا ما الدعم الناس المقدم للفرد 22 جنيه أو أكتر للفرد، كان ممكن مثلا يوصل 30 و40 جنيه وأكتر. فالنسبة اللي داخلة في الدعم أو اللي بتستفيد من الدعم وهي لا تستحق، ده عامل ضغط كبير جدا على الدولة وعامل ضغط على المستحقين للدعم. طيب احنا لو حبينا نبلور مشكلات الدعم في مصر، لا سيما في النظام القديم. هو مشكلات الدعم اولا عدد كبير من غير المستحقين، عدد كبير من المستحقين مش بيصل ليهم الدعم، الاسعار مرتفعة جدا، والدعم بيتناقص من فترة لفترة، الى جانب انه طبعا الى جانب انه هو انت بتقولي المشاكل بتاعه الدعم او المشاكل اللي بتواجهها منظومه الدعم، الى جانب طبعا عجز الموازنه العامه الكبير للدوله، وده اللي بيضغط على الدوله بصفه مستمره انها عايزه تقلص الدعم، لانه بالنسبه لها المساله بقت عبء كبير جدا. طبعا هو يعني الاختلال اللي موجود في منظومه الدعم هو الاولى انه الدوله تنظر إليه. يعني هي لو عرفت تعالج الخلل اللي موجود بالشكل المناسب، فده هيقلص من قيمة الدعم. الكلام ده يمشي على الدعم في المجال التعليمي، يمشي على الدعم في المجال الطبي، يمشي على الدعم في كافة المجالات. هو يعني في حاجات أساسية هي بتاخد القيم الكبيرة، زي مثلا لو بصينا لدعم الكهرباء. دعم الكهرباء بياخد تقريبا 35 مليار جنيه سنويا، والمفترض انه بعد تحرير سعر الصرف ممكن دعم الكهرباء يوصل مثلا في العام المالي المقبل اللي فوق ال 60 وال 65 مليار. ثانية واحدة، خليني أسأل حضرتك سؤال. حضرتك بتقول إنه المفروض الكهرباء عليها دعم، المفروض الطاقة عليها دعم، لكن الثابت إن الفواتير بتاعة الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام حتى البنزين وما إلى ذلك ارتفعوا، الكهرباء ارتفعت بشكل خيالي في الفترة الماضية. دي حقيقة. والمية كمان سعرها برضو ارتفع جدا. هو الارتفاعات اللي موجودة ده نتيجة رفع إداري للأسعار، نتيجة إنه الدولة عايزة
تقلص او يعني تقلل العبء اللي عليها اللي بتوجهه للدعم. واللي انا عايز اقوله انه المساله مش في تقليص القيمه، الحل مش في انه تقلصي القيمه على الاطلاق. يعني مثلا انت بتضخي 35 يبقى بكره انت عايزه تضخي 20 وخلاص، لا، المفترض انه يوازي او يعني يتساوى في الاهميه، انه لازم تحل المشاكل اللي موجوده في المنظومه، لان انت لو حليت المشاكل الموجوده في المنظومه هي هتقلل لك قيمه الدعم المهدر. طب انا هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا لما فاتوره الميه بتاعت بيت تيجي لهم 900 جنيه يبقى الناس عندها احساس كامل انه مش ممكن البيت استفاد ب 900 جنيه ميه، دي حقيقة. وفين الدعم؟ فبيبقى الناس جواهم احساس انه معرفش بقى يبقى في سحب من الميه من العماره، بيروا الشارع بالميه، بيعملوا ايه بالظبط في السكان غير راضيين على هذا الموضوع. واحنا مش بنتكلم على يعني بنتكلم على مدن يعني زي مدينه العبور مثلا، وحتى مش المناطق القويه اللي فيها. طب اذا كان الاسكان في هذه المناطق متوسط او يمكن اقل من المتوسط كمان، مين بقى اللي يقدر يدفع 900 جنيه ميه ويدفع مش عارفه مين 400 جنيه كهرباء ومفيش حاجه، يعني مفيش حاجه زياده بيعملوها. دي حقيقه. هو المشكله برضو الابديه او المشكله اللي بتاعه المجتمع انه برضو دخول الافراد ضعيفه جدا. يعني مهما يعني حتى الفئات متوسطه الدخل بالنسبه لنا لو قارناها بدول اخرى هنلاقي برضو احنا متدني بشكل كبير جدا. فلما بنقلص قيمه الدعم وما نرفعش دخل المواطن فالاسعار ترتفع عليه قوي طبعا، اضافه للفرق الشنيع بين السعر بتاع الدولار برضو لما ارتفع عمل ازمات في كل يعني هو طبعا كافه الاسعار ارتفعت واغلبها بشكل مبالغ فيه. يعني في اسعار في سلع مثلا حتى قبل سعر الدولار او قبل تحرير سعر الدولار كان بدا التجار، يعني ده مثال واضح لجشع التجار في مجال السيارات، بيع السيارات. السؤال المنطقي بقى، اذا كانت الدوله عايزه تعمل مجموعه من قرارات الاصلاح التمويني والاصلاح الاقتصادي والاصلاح برفع منظومه الدعم، هو مش من باب اولى ان هم يضبطوا اداء التجار تماما ويعني يعملوا معصير كده زي ما بيقولوا، مفيش حاله السفه في تسعير المنتجات بشكل مبالغ فيه كويس، علشان يبقى مش ده وده، يبقى يعني المساله يعني ايه جت في النص، يبقى رحم المواطن شويه في النص من جشع التجار. هو طبعا زي ما احنا بنقول انه مساله جشع التجار دي حاجه اساسيه، والمفترض ان الحكومه تقوم باجراءات تواجه جشع التجار. احنا الحكومه زي ما بيتقال كتير جدا اللي هو قبضتها الرقابيه ضعيفه جدا، سواء جهاز حمايه المستهلك او جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، الجهازين يعني ضعفاء في انهم يواجهوا سوق زي يعني السوق المصري سوق كبير جدا، في ملايين الشركات تعمل في السوق، في مئات الملايين من المحال التجاريه. والحقيقه انه الجهه الوحيده اللي مضمون فعليا انها بتدفع ضرائبها موظفين الحكومه. دي حقيقة. انما كل الشركات الخاصه عليها علامات استفهام، كل رجال الاعمال الكبار عليهم علامات استفهام. هو النسبه في اقتصاد كامل في الظل ما حدش يعرف عنه اي حاجه. النسبه الاكبر من المتحصلات الضريبيه سنويا بتبقى من الافراد، النسبه الاقل من الشركات. وده زي ما حضرتك ما بتقولي، لانه طبعا الشركه الكبيره بيلجا لحيل كتيره جدا وبيلجا لاساليب كتيره جدا علشان يقلص من قيمه الضرائب اللي بيدفعها، انما الموظف او العامل او غيره ده خلاص بيبقى معروف انه دخله كذا والمقتطع منه للضرائب كذا وخلاص بيتاخد، هو بيتقطع من المنبع اساسا ما بيشوفوش. انما لا، الشركات بالفعل برضو مساله التهرب الضريبي المفترض الحكومه تتعامل معها بجديه اكتر، لانه قيمه التهرب الضريبي يعني تزيد عن احنا ضد التقديرات الجزافيه، لكن لما يتم اثبات ان شخص ما متهرب من الضرائب، لا ده لازم يعني يتعمل فيه زي ما بيتعمل في اي حد. امريكا ما بيتفهموش مثلا في الحكايه دي خالص. دي حقيقه، بس هو المشكله بقى ان المساله بتدخل في قضايا، والقضايا بتبقى احبالها شويه يعني طويله، وبعدين ممكن مثلا تلاقي شركه تلجا لمحامين ومحاسبين وغيره، يعني بيطلع اي حاجه بحيث انه ما يدفعش القيمه اللي المفترض يدفعها. في الاخر خالص ما هيدفعها للمحامين وهيدفعها للاسف يعني بالذوق للبلد بقى. هو في قيمه التهرب الضريبي تقريبا يعني تزيد على 50 مليار جنيه، وده طبعا تخيل لو ال 50 مليار دول نزلوا في الموازنه العامه بتاعت البلد هتختلف كتير. طبعا يعني هتحل مشاكل كتيره. وبعدين دي قيمه تهرب المفترض انه هيتم بعد كده سدادها سنويا، يعني ده جزء مفتقد سنويا.
من الحصيله الضريبيه. طيب حضرتك شايف انه احنا ماشيين في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالدعم، ولكن تنقصنا بعض الخطوات، ولا في اخطاء واضحه لابد من اعاده النظر في شكل المنظومه ككل علشان تبقى مناسبه ما تجيش على حد؟ بصي، هو طبعا احنا دلوقتي بنعلن عن اجراءات كتيره جدا تمام. لاصلاح منظومه الدعم، ولكن المشكله الكبيره ان احنا بنتاخر في التنفيذ. يعني انا زي ما بقول لحضرتك مثلا مساله الدعم التمويني كويس. كلنا طبعا مع انه الدعم التمويني يوصل بشكل مناسب. التموين ده هنعمله قصه لوحده. لا، بشكل مناسب، ويوصل كمان السلع اللي بيحتاجها المواطن بكفاءه. وده لو هو مثلا يعني بيوصل ما نروحش بجزء عند من الراجل بتاع التموين مثلا يقول لك خد شامبو، او مش ما معايا اصل ما فيش رز، اصل ما فيش مش معايا سكر او كذا، زيت او غيره. فلا خد شامبو بيه. وده بيتطلب انه تنقية الجداول الخاصه بالمستحقين للدعم اللي لغايه دلوقتي ما تمش تنقية. هم المفروض شغالين فيها ولا ايه الاخبار؟ هو شغالين فيها، بس هم ما هو ليهم فتره طويله بيتقال انهم شغالين فيها. المفروض تتحسم اسرع من كده. طبعا المفترض لو احنا يبقى في عايزين آلية نعمل دوريه إصلاح، علشان التنقية على طول. ولانه احنا دلوقتي كمان بنقول يعني كل يومين ثلاثه بيتم زياده سعر السلع التموينيه على المواطن كويس، على اعتبار ان الدوله مش قادره تتحمل ارتفاع الاسعار، وانها بتستورد برضه دلوقتي بسعر مرتفع مع ارتفاع سعر الدولار وغيره. سعر الكميات نفسها تم تخفيضها طبعا. يعني السكر اللي كان بيبقى كيلو دلوقتي بقى 900 جرام، والفرق طبعا السعر ارتفع والفرق اقل. بس حكايه 900 دي انا اتصور انه ده ممكن يكون مثلا يعني لا العبوه مكتوب عليها 900 جرام. 900 جرام. تمام ماشي اوكي، بس ده مش عارف بقى، ده شركات اللي بتورد للتموين هي اللي بتعمل ال 900 جرام، والمفترض انه يبقى الكيس كيلو. ده اللي انا عرفته من رئيس شركه الصناعات الغذائيه المفترض اللي مسؤول عن توريد السلع الاساسيه للتموين. فحكايه 900 او 975 زي ما بعض الناس بتتكلم، حتى اللي مكتوب عليه كيلو بيبقى مثلا ناقص برضو. دي حاجه اتصور انه بتدخل في نطاق تلاعب. بس فالمساله انه الحكومه انت محتاجه انه تقللي التكاليف بالنسبه لك. فده من المنطقي ان انت تنقي الجداول بتاعت او الاسماء بتاعت المستفيدين، لانه احنا بنقول وزاره التخطيط عندها تقرير بيقول ان في 14 مليون غني بيوصل لهم الدعم التمويني. طب انتم مستنين ايه؟ لا يعني ده غير اللي عندهم بطايق وهم اساسا مش موجودين في مصر، او غير ان عندهم بطايق ومتوفين. الراجل بتاع التموين هو اللي بيصرفها ايا كانت الجهه اللي بتصرف. ده في ناس متوفين وما زال بيتم الصرف باسمائهم في تموين. هنرجع نكمل كلامنا تاني، لكن اسمح لي هنخرج نشوف تقرير ونرجع علشان نكمل كلامنا. في السنوات الأخيرة دارت العديد من الأحاديث حول فكرة الدعم. من هنا قررنا أن تنزل كاميرا بيت العيلة إلى الشارع لنسأل الناس: من الذي يستحق الدعم؟ وهل الدعم يذهب لمستحقيه؟ والله لو انت عايز اقتصاديا بحت ان ظروف البلد نفسها تتحسن، ظروف البلد لما نفسها تتحسن والعامل او الموظف ياخد حقه بعد ما ادى العمل اللي عليه، الكل بالتالي هياخد فلوس، والكل ممكن ما يحتاجش دعم بعد كده. هذا الدعم ممكن تحويله الى دعم نقدي. ازاي؟ جاء بقرار رئيس الجمهورية ان 6 مليون عاملين بالدولة. الدعم بتوفره الدولة من ناحية في المواد التموينية. لا، بسهولة قوي اشوف قيمة الدعم المادي بدل ما انزله في صورة بطاقة تموين قد يتحصل عليها غير بحق او بدون حق. لا، الموظف ما هو موجود عندي، واشوف قيمة الدعم كام، 100 جنيه 150 جنيه، واضيفها له على المرتب بتاعه. التموين ازاي؟ التموين اصلا ما بقاش هو زي الاول. كنا الاول بناخد 4 افراد 8 كيلو سكر، 8 كيلو رز، 6 ازاز زيت. دلوقتي التموين بقى محدد في ازازتين زيت او 3 ازاز زيت و2 كيلو سكر. الزيت بقى ب 12 جنيه في التموين، السكر بقى ب 8 جنيه او 14 جنيه في التموين. ما بقاش في دعم غير يعني 1% دعم دلوقتي بالنسبه للتموين، مش زي الاول. كان الاول انا عندي الاول ادفع فلوس واخد تموين احسن لي عن دلوقتي خالص. دلوقتي بندفع 5 جنيه لكن ما بناخدش بيها حاجه.
احمد، هذا ما قاله المواطنون، ايه راي حضرتك؟ هو طبعا يعني احد المواطنين كان بيقول انه وضع الدوله الاقتصادي يتحسن، وهو ده الحل للمشكله دي حقيقه. لانه احنا لو بصينا لحجم الانفاق او نسبه الانفاق مثلا على الدعم والاجور وفوائد الدين سنويا واصل ل 78%. معنى ذلك انه انت او الحكومه مزنوقه في كام؟ في 78 في 22% من طيب ما حجم تنفذ الموازنه قرارات، انها ما تنفذ قرارات اكثر قوه فيما يتعلق بغير المستحقين، انما المستحقين هي يعني على راي المثل ايش ياخد الريح من البلاط. خلاص الناس دي حقيقة. ارهقت اقتصاديا تماما وبعدين والاسعار غاليه عليهم، ما ينفعش كمان التموين يبقى غالي. وبعدين كمان في حلول لمساله مثلا دعم الكهرباء. يعني في الوقت الحالي اللي بيتم التفكير فيه في انه مثلا يتم زياده اسعار الكهرباء مره اخرى في يوليو المقبل. يعني في احتمال كبير جدا انه يتم زياده. ده الاعلان عنه حضرتك؟ نعم تم الاعلان عنه. هو لا، بس هو لسه طبعا هو لسه هينظر طبعا في البرلمان وهيتشاف النسبه بتاعته. لسه برضو يعني في مناقشات بشانها، ولكن برضو يعني حكايه رفع اسعار الكهرباء، ما انت عندك حلول تانية زي مثلا احنا عندنا المخالفات بتاعه البناء الكتيره جدا. هتلاقي مثلا ملايين الوحدات السكنيه اللي مدخله كهرباء بشكل غير قانوني وما بتدفعش مليم للدوله. انت دخل العدادات الكوديه اللي مجلس الوزراء اعلن انه هيتم ادخالها للوحدات دي اللي هي الوحدات المخالفه، ويدخلها العدادات دي يعتبر او ما يعتبرش تصالح مع المخالف، ولكن علشان الدوله تاخد حقها، لانه انت بتنفق او يعني انت بتستهلك كهرباء زياده، وبعدين ممكن يفضل مشغل كهرباء يعني ليل نهار ومع المخالف. انما فده هيدخل الدوله مليارات، ده هيدخل الدوله مليارات تغنيها عن انها ترفع اسعار الكهرباء مثلا مره اخرى، او يعني حتى تربي بنسبه كبيره. يعني طبعا يعني النسب ممكن تقلل النسب 2% 3%. وطبعا احنا في ظل ده برضو يحكمنا برنامج اقتصادي كنا عرضناه على صندوق النقد الدولي علشان ناخد القرض اللي هو ب 12 مليار دولار، محدد عدد من الامور زي مثلا فرض ضريبه على البورصه، زي مثلا تقليص الدعم على الكهرباء وعلى المواد البتروليه بشكل معين. فاحنا هنبقى ملزمين مثلا في اوقات معينه انه يتم تقليص الدعم. انا هرجع واقول لحضرتك تاني، احنا عندنا مشكله هنا في مصر. اول ما تقول هنقلص الدعم او الاسعار هترتفع علشان الدولار، قبل ما تحصل الحكايه دي اساسا يجي التجار رافعين الاسعار، قبل ما يرفع الدعم يجي الناس رافعين الاسعار على اعتبار انه مثلا فيما يتعلق بالبترول مثلا والغاز وما الى ذلك، يقول لك اصل العربيات هتغلى فمش عارفه، فبشكل مسبق يبقى في رفع للاسعار. يجي بقى الدعم وتترفع الاسعار، يبقى في دفع مره اخرى، يبقى الاسعار ارتفعت مرتين. احنا دلوقتي في اسعار ارتفعت يعني نقدر نقول ضعفين وثلاثه بعد قرار تحرير سعر الصرف، وده برضه ده بشكل مبالغ فيه. ده ناتج برضه احنا بنقول ما فيش رقابه. هو لو في رقابه ولو في قرار حاسم هيقول مثلا للشركات، مثلا شركات حتى الصناعات الغذائيه، كل شركه يعني شركات الصناعات الغذائيه تحط الاسعار بشكل ظاهر جدا على جنب، مثلا شركات العصاير تحط كده على جنب باين جدا السعر كذا كويس، علشان يبقى معروف انه الشركه دي بتقدم السعر كذا، فالمحل او التاجر اللي بيبيع ما يقدرش يرفع عن السعر المعلن، وهي مش هتقدر تحط سعر معلن يكون مثلا مبالغ فيه فهتحط سعر مناسب. وبعدين ده كمان هيساعدك في ان انت تواجهي التهرب الضريبي، لانه خلي بالك بيجي الشركات تبعت قد ايه وبكام، بتيجي الشركات دي تبيع المنتجات بتاعتها او المصانع بتبيع المنتجات بتاعتها بسعر، وبتروح تقدم اوراق انه لا هي قدمته بسعر تاني خالص. فانت لما تقول للشركه لا انت لازم تلزميها انه تكتب السعر، يعني انت دلوقتي يعني في حريه في السوق، علشان ما حدش يقول ان احنا او الحكومه بتعمل تسعيره جبريه. لا، الحكومه بتقول يا جماعه كل مصنع يحط السعر واضحا على المنتج، وده هيبين لي المتلاعب، وهيبين لي حجم الارباح بتاعته السنويه، وهيبين حاجات كتيره جدا. ويبقى الملزم بانه يراقب ده جهاز حمايه المستهلك، قوي حمايه المستهلك، يعملوا مكاتب في المحافظات بشكل كبير، خلي الناس تنزل الاسواق وتشوف المتاجر الكبيره وتشوف المتاجر الصغيره، وده بيبيع بكام وده بيبيع بكام، ويبقى في قضائيه، المساله ضروريه.
وجهاز منع الممارسات الاحتكاريه ده جهاز مهم جدا. المفترض انا يعني انا في تخيلي ان هو يعني دوره مهم جدا في ضبط الاسواق من المنبع، يعني الشركات اللي بتعمل اتفاقات مع بعضها علشان تزود الاسعار. جهاز منع الممارسات الاحتكاريه اللي شغالين فيه لازم يتعامل معاهم 45 موظف ما يقدرش يعمل حاجة. بيراقبوا ملايين الشركات، ما يقدرش. فمش هيقدروا يعملوا حاجه. وبعدين علشان مرتبات حكوميه اللي موجوده في هذا الجهاز، فبتلاقي مثلا مصنع او شركه علشان تتفادى انه بيدوروا وراها، تروح مثلا تعرض على القانونيين اللي شغالين في الجهاز، تعالوا اشتغلوا عندي، بدل ما انتم مثلا بتاخدوا 3 او 4000 جنيه خدوا من عندي 10000 جنيه. فالموظف بيستقيل وبيروح للشركه وبيروح للمصنع وبيبقى عارف خبايا الجهاز وانه بيفكر ازاي، وبيديها للشركه علشان تقدر تتهرب. فللاسف احنا محتاجين اصلاح الجهازين دول بشكل كبير جدا علشان وسريع. وبشكل سريع طبعا، لانه احنا كل ما احنا ما سيبنا الدنيا كده الناس بترفع في الاسعار زي ما هي عايزه وما فيش رقابه للاسف. طيب خلينا نتكلم بشكل آخر. لما نتكلم على الدعم من وجهة نظرك، حضرتك مع الدعم العيني ولا مع الدعم النقدي؟ في الوقت الحالي أوه. ما ينفعش غير الدعم العيني، لانه الدعم النقدي احنا مش عارفين معدلات التضخم رايحه فين. يعني لو الدعم نقدي مثلا وهنقول لكل مواطن هيزيد مثلا او هياخد قيمه معينه من النقود علشان يبقى هو ده الدعم بتاعه، ممكن الاسعار ترتفع فيجي المواطن يحس انه ده اللي خده ده مش جايب له اي حاجه خالص، مش مكفي. فهو الدعم العيني، لانه الدعم العيني بيضمن التزام الدوله انه احنا هنقدم لك السلع الفلانيه بالاسعار اللي احنا محددينها. فالدعم العيني في الوقت الراهن وخاصه في ظل يعني احنا لسه ما استقرناش اقتصاديا، فالمساله لا، هو الدعم العيني المطلوب في الوقت الحالي، وده من وجهه نظري. انما فيما بعد لما الدنيا تستقر ولما الاسعار تبدا تتراجع وتبقى في معدلات مناسبه، ممكن ساعتها نفكر في الدعم النقدي. اللي حصل كالتالي: الدعم تم رفعه على المواطن من 18 جنيه ل 21. طيب الاسعار ارتفعت اكتر من كده. طبعا يعني والحاجات المطروح شراها بقت اقل. طب وبعدين؟ ما هو احنا بنقول انه في مشاكل في المنظومه التموينيه، وبنقول انه الحكومه احيانا كتير جدا بتاخد قرارات كرد فعل. هي لقت ان السوق الاسعار ارتفعت بشكل كبير، ولقيت ان هي مثلا بتستورد الزيت من بره وبتستورد مثلا جزء من السكر من بره باسعار يعني بدل ما هي بتشتري الدولار او بتاخد الدولار ب 8 جنيه او ب 9 جنيه زي ما كانت بتاخده ب 18 وب 17 وب 16. ف يعني مضطره انها ترفع السعر، ولكن ده نقدر نقول انه اجراء هو عباره عن رد فعل. لا، انت اضبطي الاسواق ونزلي الاسعار في السوق بالشكل المناسب. ما احنا بنقول انه يعني هو كده الحكومه بتزنق لو نفسها. التاجر تم ضبط هامش الربح بتاعه زي ما بيحصل في اي حته في الدنيا، لو وخاصه في المواد التموينيه الاساسيه، يعني لو تم منع ممارسات الاحتكار، لو تم تطبيق الضبطيه القضائيه على المخالفين في التموين ومخالفين في الحاجات التانية، الكهرباء وما الى ذلك، لو تم ضبط الحاجات دي مثلا حمايه المستهلك تشتغل بشكل افضل من كده، الحياه تختلف. دي حقيقه، وده اولى من ان احنا يعني نرفع الاسعار قوي المواطنين. اجهزه السوق وشوفي الناتج او شوفي التاثير بتاعها ايه. احنا عمالين ناخد اجراءات فنيه، يعني الحكومه بتاخد اجراءات فنيه، يعني مثلا يقول لك لا احنا هنزود السعر ده شويه، هنقلل ده شويه، هنعمل مش عارف ايه. لا، قوي أذرعك الرقابية في السوق وشوف تأثيرات ده إيه. هتلاقي يعني التأثير بتاعه بالتأكيد هيبقى يعني إيجابي جدا، لأنه هو المشكلة إن السوق منفلت. كان في زمان كده فكرة إنه البطاقات الذكية يبقى متحمل عليها التموين، يبقى متحمل عليها كذا حاجة، البنزين يبقى متحمل عليها كذا حاجة. الكلام ده ما اتطبقش ليه؟ هو طبعا البطاقات في الوقت الحالي بيتم استخدامها في الدعم التمويني. تمام. وفي بطاقات البنزين بدأت يعني المفترض انه شغالين فيها تجريبي في الوقت الحالي. هو من فترة اشتغلوا فيها وبعدين وقفوا وبعدين فيها تاني هم بس يعني لسه ما ضبطوش الطريقه بتاعتها، او يعني السيستم بتاع البطاقات الخاصه لسه في مرحله تجريبيه وصولا ل ولكن انا اتصور انه في العام المالي المقبل هيتم تطبيقها على المواد البتروليه ايضا.
ولكن هو طبعا يعني حاجه مفيده جدا انه تبقى بطاقات موجوده، لانه دي كمان بتقلل معدلات الفساد والهدر في السلع التموينيه وفي الدعم. فاتصور انه في العام المالي المقبل هيتم توسع في مساله البطاقات دي، ولكن هتشمل المواد البتروليه، ولكن بعد كده ممكن تتوسع في حاجات تانية اخرى يعني. طيب، زمان وانا صغيره كان فيها الجمعيات التعاونيه والجمعيات الاستهلاكيه وما الى ذلك، وكان ليها رصيد وتنزل فيها الحاجات، وكانت اسعارها معتدله تماما عن الاماكن بره. ايه اللي حصل لهذه الجمعيات؟ هي الجمعيات لسه موجوده، وكمان يعني وزاره التموين بتتوسع فيها، ولكن الاسعار اللي ارتفعت يعني هي اللي ادت الى تراجع دورها في انها توفر سلع مناسبه وباسعار مناسبه للمواطنين. يعني مثلا كان في مؤخرا كان في مساله في مشروع بيتعمل للشباب، ده كان عاملاه وزاره التموين، ده زي اللي هو البقال التمويني. كانت بتدفع قرض للمواطن بحيث انه يجهز المكان، وبياخد من الجمعيات الاستهلاكيه السلع بتاعته وبيبيعها بنفس السعر، وبيبقى ليه عائد كل شهر، بيبقى ليه هامش او جزء من هامش الربح وغيره. واشتغلوا في ده، ولكن مع ارتفاع الاسعار، مع ارتفاع اسعار السلع، ومع انه الحكومه مش عارفه يعني تحافظ على سعر مناسب للسلعه. يعني هي مثلا زودت سعر الزيت مره واثنين وثلاثه، وزودت سعر السكر، وزودت اكتر، يعني كافه السلع الاساسيه زودتها اللي هي موجوده على بطاقه التموين. فده خلى برضو المواطن يعني حاسس بمشكله حتى مع الجمعيات الاستهلاكيه اللي كانت بتقدم السلع بسعر يعني منافس بالنسبه للمحال التجاريه، او يقدر ياخد المواطن بعيد عن مساله الغلاء او ارتفاع السعر شويه. انما دلوقتي للاسف السوق كله بقت الاسعار فيه مرتفعه، حتى الفرق ما بين الجمعيات الاستهلاكيه والمحال التجاريه بقى ضئيل جدا، وده اللي عامل المشكله. طيب، حضرتك اقتراحاتك لتنظيم المنظومه حضرتك طرحتها فكره انه تجديد الرقابه. خلينا نتكلم على الحاجات الاخرى اللي المواطن المفروض بياخد عليها دعم، زي مثلا التعليم وزي الصحه. دول اخبار فيهم ايه؟ ما احنا بنقول حاجه. انا كنت لسه بقول لحضرتك انه الاجور والدعم، ده الدعم بقى، الدعم التمويني ودعم المواد البتروليه، اللي يعني الاجور والدعم بياخدوا حوالي 78% من الموازنه العامه للدوله. يعني معنى ذلك ان انت بتتحركي في 22%. عايزه ايه بقى؟ بنيه اساسيه، وعايزه تعليم، وعايزه صحه، وعايزه خدمات، وعايزه حاجات كتيره جدا للمواطن. فالحكومه مش هتعرف توفر ده كله، وعندها عجز موازنه كبير جدا. فبرضه ده هيأثر. يعني انا يعني اتصور انه الحكومه بس ما توصلش نقول ان الصحه عندنا مدعومه، لكن الناس تروح المستشفى تلاقي ما فيش شاش وما فيش محلول ملح وما فيش مش عارفه ايه. طب هو فين الدعم بقى في القصه دي؟ ما هو المفترض انها مدعومه، ولكن انا زي ما بقول لحضرتك، مع انه الدوله بتواجه مشاكل اقتصاديه، وانه في عجز كبير في الموازنه العامه للدوله بيأثر على الخدمات دي. ما هو احنا لازم نحل مشاكل الاقتصاد بصفه عامه علشان نقدر نوصل الخدمه بالشكل المناسب وبالشكل الملائم للمواطن. لانه الحكومه مش هتقدر، او مش هتعرف توجه الانفاق المناسب. وبعدين في حاجه، يعني الدستور بينص على نسبه معينه من الموازنه العامه للدوله من النفقات للتعليم والصحه. تمام. ومع ذلك يعني في اعتقادي ان الحكومه يعني في الموازنه الجديده عندها مشكله كبيره جدا في المساله دي. لانه هي مش عارفه تعمل ايه. يعني عندها عجز كبير جدا، وعماله تفرض، يعني بتفرض ضرائب، وبتفرض وبتقلل دعم على منتجات، ومع ذلك لسه عجز الموازنه قائم. طيب، هسأل حضرتك سؤال تاني. من فترة كنا قرينا خبر غريب جدا انه عملوا مناقصة للشركات عشان توريد السكر، وما تقدمش غير شركة واحدة. ده عبارة عن ايه بقى؟ دي حقيقة. يعني هو مناقصة عالمية كانت، والاسعار طبعا اللي بتقبلها الحكومة المفترض، فكانت طرحة بسعر وطالبة تسهيلات معينة، فالشركات ما قبلتش. زي برضو مثلا احنا كنا عاملين هل احنا بنواجه نظرنا لشركات معينة وما بنرتضيش مثلا ان احنا ناخد من شركات من دول اخرى؟ لا، هو المسألة بتخضع لما انت بتلجئي للسوق الفورية او للسوق العالمية، بتبقي انت بتنتظري عروض من موردين كويس، والعرض الانسب انت بتختاريه كحكومة،
ولكن انت عندك بنود معينه في المزايده او المناقصه اللي انت طرحاها، اللي يعني المورد لما بيلاقي انه البنود دي مناسبه بالنسبه له فبيدخل يعني يقول لك اوكي انا ممكن اغطي جزء مثلا من اللي انت طالباه او اغطي اللي انت طالباه كله. ده حصل كمان مع يعني حصل في سلع تانية غير السكر، حصل في القمح اكتر من مره، كان برضو اكتر من مناقصه تطرحها الدوله وللاسف ما كانش بيتقدم لها حد. ده برضو يعني لانه الدوله كانت بتطلب بعض التسهيلات، وفي بعض الموردين يعني بيقلق انه مثلا لا انا عايز العائد بتاعي او المقابل بتاعي بشكل سريع. بس ف يعني ربنا ييسر الحال، يعني واتمنى انه في الفتره الجايه يحصل نمو اقتصادي مناسب. يعني احنا شايفين برضو احنا بنبص على مساله الدعم وعلى الاقتصاد، في مشاكل كبيره جدا وفي مشاكل نقدر نقول متوارثه من فترات سابقه وزادت نتيجه ازمات بنواجهها ونتيجه عدم استقرار في سنوات سابقه مرت على الدوله. ولكن في بعض المؤشرات الايجابيه زي مثلا الاستثمارات الاجانب في اذون الخزانه دي ارتفعت تقريبا بقت لا احنا لسه حوارنا مستمر يا استاذ احمد. هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا تاني مع الاستاذ احمد زغلول الكاتب الصحفي بروزا اليوسف، انتظرونا. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ما زال ضيفي الأستاذ أحمد زغلول الكاتب الصحفي بروزا اليوسف، ولسه مكملين في الاقتصاد. أحد الموضوعات اللي تشغل بالنا واللي بنرجع إليها كل ما هو مضطرب في اقتصادنا المصري قصة الدولار. عايزين نعرف قصة الدولار إيه؟ هو نزل الفترة اللي فاتت، في ناس كتير ربطت بين الموضوع ده وبين أجازة الصين. في ناس قالوا الذهب بيرتفع، وهو غالبا لما الذهب بيرتفع الدولار بينزل والعكس، بس ده مش شرط عندنا برضو. عايزين نعرف بقى قصة الدولار رسيت على ايه دلوقتي؟ بصي، هو طبعا الدولار دلوقتي مستوياته في البنوك حوالي 15 و60 قرش او 70 قرش. كان وصل 18 75 18 85، وكان قبل يعني ده في فترة من 1 فبراير لغاية دلوقتي. انما قبل كده كان كمان وصل 19 85 قرش، يعني كان اقترب جدا من مسألة ال20، وده بعد التعويم. فطبعا الارتفاعات دي حضرتك بتتكلم على البنوك، انما بالنسبه بقى للصرافات لا، ما هو يعني عشان نكون منطقيين، لا ما هو في البنوك وفي تم عمل اجراءات للتضييق على الصرافات وما الى ذلك، والبنوك بقت تعمل صرافه، لكن تجار الصرافه في الفتره اللي فاتت بيشتغلوا من تحت لتحت. لا، في الفتره اللي فاتت ما كانش في شركات صرافه، ما هي يعني كانت شغاله، الشركات اتقفلت لكن هم شغالين من تحت لتحت. لا، واللي مش والشركات اللي موجوده يعني كانت يعتبر بنفس السعر، ولكن الهامش قليل جدا. يعني كانت التعاملات عندهم ضعيفة، لأنه البنوك بالفعل كانت بترفع السعر على شركة الصرافة. يعني مثلا شركة الصرافة تبقى مقدمة 17، تبص تاني يوم تلاقي البنك عامله ب 18 وهكذا. والبنوك عملت ده نتيجة عدد من الأمور، أولها أنها كانت عايزة تجتذب كل النقد الأجنبي اللي موجود في السوق وعند الناس. والحقيقة احنا شفنا في الجرايد صور لعدد كبير جدا مواطنين موجودين، فالواحد ايه ده؟ كل دي دولارات عندنا، لما سعر الدولار بدأ يتراجع شوية، يعني يتراجع شوية، فطبعا خوفا من بعض الناس اللي بيوصل لها التحويلات من ابنائها في الخارج، وخاصة في محافظات الصعيد. يعني هو كان اساسا المسألة دي في احدى الشركات تبع لاحد البنوك الوطنية الكبيرة، وشركة صرافة يعني كانت في سوهاج وقنا. هو اللي تم رصد مسألة يعني الصور ليها، انه ناس كتيرة جدا داخلة كانت بتغير. لكن ده مش في كل حته، كان موجود في المنطقه دي بس. لا، هو كان في اقبال طبعا في كل البنوك، وده اللي ادى الى انه الحصيله الدولاريه للمواطنين اللي هم تخلصوا من الدولارات بتاعتهم للبنوك في الفتره من 3 نوفمبر الماضي، اللي هو اليوم بتاع تحرير سعر الصرف، وحتى الان وصل ما يزيد على 13.5 مليار دولار. ودي قيمه كبيره جدا ما كانتش معتاده، لانه قبل تحرير سعر الصرف لكن كانت متوقعه، ما كانتش متوقعه قوي.
يعني كان متوقع انه يحصل تحسن، بس ما كانش متوقع انه توصل 13 ونص. وده كنت متوقع ان عدد كبير من الناس عندهم فعلا دولارات كده طبعاً. مخبيينها تحت البلاط. وعلى فكره ده بيعمل مشكله كبيره جدا، لان انت دلوقتي دخلت الدولار كسلعه مضاربيه، الناس بتضارب على سعرها، ودي مشكله كبيره. لو الدولارات اللي موجوده في السوق وفي ايدين الناس موجوده في الجهاز المصرفي، كان حل مشاكل كتيره جدا بالنسبه للدوله. ولكن احنا لو رجعنا وقلنا 13.5 مليار دولار، ده قيمه كبيره جدا. في بعض البنوك اللي هي الكبيره في الدوله، البنوك الوطنيه الكبيره، كان قبل التعويم او قبل تحرير سعر الصرف كان ما بيدخلهاش مثلا مليون 2 مليون دولار في اليوم، لانه كان كل التعاملات في السوق السوداء. احنا سمعنا فعلا حاجات زي دي. كانت شركه الصرافه كانت شركات الصرافه هي اللي مستحوذه على الدولار اللي موجود في السوق. يعني تقدري تقولي يعني الجزء الاكبر منه. ولكن بعد التحرير وبعد ما البنوك ده غير الدولارات اللي كانت بتتسحب من بره ما بتلحقش توصل مصر. طبعا اللي كانت بتتباع بره، وده ناتج يعني عن ده مسائل بقى يعني تدخل بقى في السياسه، وانه في ناس يعني متربصه بالدوله ومش عايزاها تقوم يعني من عثرتها، فبيعملوا المساله دي انهم بيشتروا الدولار كانوا من المواطنين اللي هم عايزين يحولوا فلما جت خطوه تحرير الصرف الناس والفلوس بقت متوفره في البنوك، لا بعتوها بقى على هنا. قيمه تحويلات المصريين في الخارج متوقع انها ترتفع السنه دي، تبقى فوق ال 20 مليار دولار يعني مع نهايه العام المالي. لكن هسأل حضرتك سؤال، يبقى انه سعر الدولار انخفض بقى 15 و60 15 برضه هتفضل هذه التحويلات؟ طبعا موجوده التحويلات وما زالت موجوده بقوتها، ولكن معنى تحرير سعر يعني الصرف انا قصدي ان هي هتستمر حتى بعد ما انخفض. أيوة. بعد ما انخفض سعر الدولار. ايوه بس ما انا اقول لحضرتك على حاجه. البنك المركزي حرر سعر الصرف. يعني سعر الصرف قابل لانه يرتفع وانه ينخفض طبقا لاحتياجات السوق وطبقا للعرض والطلب. تمام. موجود طلب يعني طلب كبير على العمله، يبقى اذا سعر الصرف هيرتفع شويه. الطلب قل او المعروض زاد، السعر هينخفض. زي الايام اللي فاتت كان المعروض بيتزايد نتيجه انه المواطنين بيقبلوا على انهم يحطوا الدولار في البنوك او يبيعوه للبنوك بشكل كبير جدا، فده زود المعروض عند البنوك وخلاها قادره انها توفي الطلبات بتاعه الاستيراد بالشكل المناسب. قيل ان البنك المركزي كان عنده نقص في الاحتياطي النقدي، وانه هذا الاجراء كان لسد النقص او العجز في الاحتياطي النقدي. البنك المركزي خلاص عمل فل وجمع المبالغ اللي هو محتاجها بالدولار وخلاص، وده وهيسيب الدنيا بقى كده خلاص، هو خلاص اخذ اللي هو عايزه. لا هو مش اخذ، هو ما بياخدش من البنوك. يعني هو البنك المركزي كان في الاول قبل تحرير سعر الصرف كان بيعمل مزادات اسبوعيه بيضخ من خلالها دولار للبنوك. يعني كان البنك المركزي بيضخ تقريبا 500 مليون دولار للبنوك في مزادات دولاريه اسبوعيه، يعني كل شهر بيوجه نص مليار دولار للبنوك. البنك المركزي استنى، هو ما خدش قرار تحرير سعر الصرف غير لما الاحتياطي النقدي ارتفع ويتجاوز ال 20 مليار دولار. وده برضو ليه فلسفته، انه لو كان البنك المركزي حرر سعر الصرف وعندنا الاحتياطي 13 مليار او 14 مليار دولار، كنت هتلاقي على طول الدولار ب 25 و30 جنيه ده واحنا مغمضين. ليه؟ لانه الناس هتضارب على انه الدوله ما عندهاش دولارات، احتياطي الدوله من النقد الاجنبي قليل جدا، فده معنى ذلك انه الدوله ما تقدرش توفي حتى احتياجاتها الاساسيه. يعني مثلا الدوله دلوقتي بتستورد مواد بتروليه شهريه مثلا بقيمه مليار دولار في الشهر، كويس؟ بنسدد ديون خارجيه. فلما المواطن او لما المتابع يلاقي انه الاحتياطي قليل، فبالتاكيد هيضارب على الدولار وهو مغمض. تمام. احنا معانا مداخله تليفونيه من الدكتور ايوب محمود ايوب، السفير التجاري المفوض. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك ايوب محمود ايوب، الوزير المفوض التجاري. الوزير المفوض، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. طيب احنا كنا بنتكلم على ازمه الدولار اللي كانت قائمه من فتره والاستقرار النسبي، هل في حاجه هتهزه ولا لا؟ الاستقرار ده مرحلي. كان لابد من تحرير سعر الصرف الدولار او سعر صرف العمله المحليه في مواجهه العملات الاجنبيه، مش الدولار بس. لكن طبعا الوضع الحالي هو
تعويم مضار، اذا صحت كلمة مضار، لان البنك المركزي هو تقريبا اللي بيحدد مؤشرات سعر العملة. لما بيزيد عرض الناس او الجمهور او التحويلات من دولار بيضطر يخفض السعر شوية، ولما بيتشح شوية بيرفع السعر. لكن في النهاية المؤشر المهم عندي قدرة المستورد على انه يفي باحتياجاته من البنك بدون تعطيل وبدون تأجيل شهر وشهرين. انا ده اللي يهمني. انسان بيستورد مستلزمات صناعة او مستلزمات دواء او قطع غيار يلاقي احتياجاته تقريبا فورا. اذا ما كانش في ما تحققش هذا يبقى التعويم يعني نرجع للمضار برضو. وانا اتمنى ان نصل الى الوضع اللي كنا فيه قبل 4 سنين. أيوة. كنا بنقدر نقدم للبنك اعتماد، طلب اعتماد وفلوسي موجودة وبيحولها لي بالعملة الأجنبية وكانت الأمور سهلة. حاليا الوضع صعب شوية، نتمنى انه ينفرج لان الظروف اللي احنا بنمر بيها ظروف غير عادية. هناك ما يسمى حرب اقتصادية على مصر بشكل او باخر، في السياحة وفي تحويلات المصريين وفي الصادرات اللي انخفضت وفي مصانع كتيرة متوقفة عن الانتاج، لكن الامور ابتدت تنفرج. انا عارف ان عملية تعويم الدولار او العملة المحلية دي عملية صعبة ودواء مر زي ما قلت، لكن هتاخد وقتها الى ان تستقر السوق ونصل الى القيمة الحقيقية للجنيه المصري في مواجهة العملات. دكتور ايوب، استاذ احمد زغلول الصحفي بروزا اليوسف ضيفنا في الاستوديو عايز يسأل حضرتك على حاجة. اهلا استاذ احمد، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. ربنا يخلي حياتك يا دكتور، واحنا سعداء ان حضرتك معانا. شرف ليا. سؤالي هو انه حضرتك بتتكلم في الوقت الحالي على التسهيلات اللي المفترض تقدمها البنوك للمستوردين علشان السوق يبقى مثلا الاحتياجات الاساسيه بتاعته او الاحتياجات الخاصه بالصناعه متوفره، ولكن حضرتك في جهاز التمثيل التجاري المسؤول على انه يلاقي فرص تصدير او يدعم فرص التصدير بالنسبه للمصدرين علشان نلاقي عمله اجنبيه. فانا كنت عايز اعرف ايه دور الجهاز، او الجهاز دلوقتي بيعمل ايه بالظبط علشان نقدر ندعم صادراتنا ونقدر ندعم دخلنا من النقد الاجنبي. ده الأهم. جهاز التمثيل التجاري بيقوم بدور حيوي وضروري لترويج الصادرات المصرية حينما توجد صادرات مصرية. واقول لك نموذج واضح جدا، مكاتبنا في الدول الاوروبية وهي ليست كثيرة بتطلب من المصدرين المصريين الاستمرار في عمليات التصدير للاسواق القائمة واسواق جديدة، لكن لا تجد استجابة لسبب بسيط جدا، ان بعض المصدرين غير قادر على الوفاء بالتعاقدات التصديرية، بالاضافة الى مصدرين اخرين بيجدوا صعوبة في استكمال العملية الانتاجية لعدم توافر المواد الخام نتيجة عدم توافر النقد الاجنبي. دكتور ايوب، ايضا احنا كنا عايزين نسأل سؤال اخر. البعض قال انه بعد الاجازة التصديرية في الصين متوقع انه اول ما ترجع الصين تصدر تاني الدولار هيرتفع. الصين طبعا كانوا اجازة السنة الجديدة اللي هي في فبراير، بياخدوا فترة طويلة هي تقريبا اجازة السنة كلها، لكن هيرجع النشاط التجاري مع الصين الى سابع عهده، وبمعنى ان كثير من العمليات التصديرية اللي توقفت لابد هترجع تاني. لكن احنا حينما نتحدث عن علاقتنا التجارية مع الصين لابد ان تكون في اتجاهين وليست في اتجاه واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية، لوحظ ان عدد كبير من المستوردين او نسبة منهم، بلاش عدد، نسبة منهم بتستورد ارخص الاصناف عشان وتردم وتغمر السوق المحلي بمنتجات سب ستاندرد او يعني مستوى اقل. فلهذا السبب وزارة التجارة والصناعة اصدرت تعليمات واضحة ومحددة وشديدة في التدقيق على نوعية الواردات المستوردة من الصين حتى لا يغمر السوق بمنتجات رديئة يكون ضحيتها في النهاية المستهلك المصري. يا فندم، عايزين نسأل سؤال آخر على إذا كان ثمة محاولة لحماية السوق المصرية من الإغراق في بعض السلع قائمة ولا لا؟ دكتور أيوب؟ دكتور أيوب يبدو الاتصال اتقطع. خلاص السؤال ده من نصيبك أستاذ أحمد.
هو انا بس حضرتك سمعت عن انه في اي اجراءات تم اتخاذها لحمايه السوق المصريه من الاغراق، بما انه دكتور ايوب كان لسه بيقول لنا انه بيتم استيراد نوعيه رديئه جدا باسعار منخفضه جدا تقدر ان هي توقف اي صناعه هو محترمه. اللي انا عايز اقوله بس بدايه انا عايز اعلق على نقطه وهرجع لمساله تمام. الاغراق. انه او تحرير سعر الصرف ليس مدارا، هو تحرير كامل. البنك المركزي لا يتدخل في سعر الدولار، وانما الذي يحدد سعر الدولار هو كل بنك على حده. لذلك بتلاقي البنوك الخاصه سعر الدولار عندها مرتفع شويه عن البنوك الدوله، وكان الفروق كبيره جدا. يعني كنت تلاقي مثلا بنك بيعمل السعر 18 ونص وبنك عامله 16 ونص، كان بيبقى الفرق 2 جنيه او اكتر كمان. فالتعويم حر والبنك المركزي لا يتدخل، وهو اعلن ده لما اعلن تعويم سعر الصرف. وايضا الاليات بتاعته اللي هو المفترض بيستخدمها علشان يتدخل لضبط السعر ما استخدمهاش. فمعنى ذلك ان هو مش هيحدد السعر، رفع ايده خالص عن مساله هو لا يتدخل في الانتر بنك الدولاري. يعني انتر بنك بين البنوك هو لا يبيع ولا يشتري، فمعنى ذلك ان هو ما بيحددش سعر، هو ما بيطرحش عطاءات او مزادات دولاريه، لان هو كان بالمزادات الدولاريه دي بيحدد سعر قبل التعويم. كل يوم 3 اعتقد كان كل يوم 3 بالفعل، كان تقريبا حوالي مثلا 120 مليون دولار، وكان في الشهر تقريبا بيوصل ل 500 مليون دولار. وكان من خلال المزاد ده بيحدد سعر استرشادي للبنوك، بيقول لهم انا هبيع لكم بالسعر كذا. فده كان بيخلي البنوك تفضل ملتزمه بسعر قريب من السعر اللي بتشتريه بيه من البنك المركزي، لان هي مش يعني مش هتخسر ومش هتكسب قوي، لانه خلاص البنك المركزي مراقبها في مساله السعر. تمام. انما بعد ادها التحرير رينج معين، ادها مساحه تتحرك فيها. انما بعد التحرير لا، كل بنك بيحدد السعر زي ما هو عايز. يعني لو بنك عايز بكره يعمله 18 19 يعمله، لو بنك عايز يعمله 15 ده براحه كل البنوك والمتوسطات اللي موجوده في البنوك نتيجه العرض والطلب. كويس. مسألة الإغراق، مسألة الإجراءات المتعلقة بالإغراق، لازم طبعا يعني في منتجين في السوق هم اللي يقدموا علشان يعني يتعمل إجراءات ضد إغراق. لازم منتجين يقدموا مثلا بشكوى لمجلس الوزراء وبيتم إنما الدولة ما تقدرش تتخذ هذا الإجراء من نفسها. ما تقدرش تتخذ هذا الإجراء من نفسها، لأنه يعني هو كمان بيدي صورة سلبية انه احنا بنعمل مثلا بنفرض رسوم اغراق. ما هتلاقي الدولة اللي بتصدر لنا تفرض علينا رسوم اغراق او حتى رسوم غير يعني تعقيدية للصادرات. لا بس انا اللي انا عايز اقوله برضو، انا عندي يعني في نقطة تانية في معاملة بالمثل في الاحوال اللي زي دي. طبعا انه الجهاز المصرفي ايضا في الفترة الاخيرة ما كانش بيفتح اعتمادات لاستيراد السلع التافهة. يعني السلع اللي هي نقدر نقول عليها سلع استفزازية كانت سنويا تقريبا بيتم استيرادها من بقيمه من 5 ل 7 مليار دولار، ودي قيمه كبيره جدا. دلوقتي البنوك نتيجه تعليمات صادره من البنك المركزي وايضا من الحكومه ما بقتش تفتح اعتمادات للسلع اللي هي الرفاهيه او السلع الغير هامه. في الاول مواد الاستيراد في الاول لازم الحاجات اللي بتستوردها السلع الاساسيه زي السكر، الزيت، المواد الغذائيه والمواد الخام والادوات والمعدات بالنسبه للمصنعين. وحتى اذا كان في مشكله بالنسبه للمصنعين او بالنسبه للصناعات الاساسيه، لانه برضو لسه احنا المشكله ما اتحلتش بشكل نهائي. يعني هو حتى الدولار لما يبقى ب 15 جنيه هو لسه ما وصلش للقيمه المبتغاه. طيب يعني سؤال اخير، الدولار هيقف على كده ولا هيرتفع تاني؟ متوقع ان هو يرتفع تاني؟ هو الدولار يعني مش هيثبت، ممكن يتذبذب، هيرتفع، ولكن الاتجاه العام نتيجه بعض المؤشرات بيقول ان هو المفترض انه يتراجع. المفروض انه يتراجع. طبعا ده مؤسسات دوليه كتيره جدا، يعني مش احمد زغلول او البنك المركزي كمان المصري او حد في مصر هو اللي بيقول ده، لا مؤسسات دوليه كبيره جدا في الخارج بتتوقع ده. يعني تقريبا في 6-7 مؤسسات دوليه في الاسابيع الماضيه كلها عملت تقارير وبتقول انه سعر الدولار رايح في حدود مثلا من 12 ل 14 جنيه في الفتره. نعم. ليه؟ لانه في بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد. عندك استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكوميه في اذون الخزانه وايضا في البورصه ارتفعت بشكل كبير جدا، تقريبا تجاوزت 1.2 مليار دولار بعد ما كانت يا دوبك مثلا 100 او 200 مليون دولار فقط. كويس. تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بشكل كبير جدا بعد مساله التعويم، وده عزز من المعروض الدولاري عند البنوك. دي تاني حاجه. ثالث حاجه
الاستيراد تراجع بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، وطبقا لبيانات صادره من وزاره الصناعه والتجاره فالاستيراد قل تقريبا بنسبه 22%، وده عن الفتره الماضيه كلها من العام المالي. وده طبعا اثر على انه قلل من مساله الطلب. فاتوقع كمان مع مواصله التحسن وزياده ايرادات السياحه، لو السياحه قدرت تتعافى او قدرنا طبعا مساله روسيا انها ترجع السياحه تاني في عدد من الدول الاوروبيه، في تقريبا 4 أو 5 دول اوروبيه في الايام الماضيه اعلنت انها فكت الحظر عن السفر لشرم الشيخ وبعض الاماكن في مصر، فده من شأنه انه هيزود ايرادات السياحه ان شاء الله. نتمنى باذن الله انه كل المؤشرات تتحسن وانه الاقتصاد يتعافى ومصر تبقى افضل باذن الله. استاذ احمد زغلول الكاتب الصحفي بروزا اليوسف، نورتنا يا فندم، كنا سعداء بوجودك معنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الاقتصاد مساله لا تؤخذ جزافا، والحقيقه ان اي حاجه بتحصل فيها بتؤثر على حاجات تانية. اذا كنا بنتكلم على الدعم النهارده والاشكاليات في بطاقات التموين وارتفاع الاسعار في التموين، فان لازم نبقى عارفين ان دي قضيه ليها علاقه بقضايا اخرى. اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نشتغل كويس ايا كان المكان اللي احنا بنشتغل فيه، نقدم انتاج حقيقي علشان نقدر فعلا ان احنا نصل لمنتج يكفينا، ويا ريت نقدر نصدر منه ان شاء الله اقتصادنا يتظبط. شكرا لكم، اللقاء في حلقه اخرى من بيت العيله.